السلام عليكم. زي ما وعدت حضراتكم امبارح قلنا للحديث بقية، ونكمل مع بعض النهاردة موضوعنا وعلى الله. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. أتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. السلام عليكم. مفيش أي حاجة بتغضب الشعوب بتاعتهم معقولة للدرجة دي؟ مفيش غير مصر هي البلد الوحيدة اللي منبوذة على مستوى العالم؟ ولا الناس دي في اللي بيمولهم، واللي بيمولهم رؤوس كبيرة على مستوى الدنيا برضو، اللي بيها ان ممكن رئيس دولة من الدول يجي زيارة لمصر ويقابل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ويسلم عليه، والرئيس يستقبله استقبال عسكري واستقبال رسمي. واهلا فخامة الرئيس عبد الفتاح، اهلا اهلا اهلا، احنا سعداء بمقابلة سعادتك، احنا. وفي نفس الوقت هم اللي بيمولوا المكاتب اللي موجودة بره علشان تهجم على مصر. لكن ربنا مسخر لنا راجل، بص، كل حاجة مرمية ورا دماغه، مفيش قدامه غير بلده. فانا يعني انا عايز الناس دي تجاوب، عايزكم انتوا تجاوبوا. الحاجة بقى التانية اللي نفسي فيها، ان انا نفسي كده يقوموا الصبح يهجموا على الكيان بالكلام مش بالفعل، ويقولوا رأيهم في اللي بيحصل في الارض المحتلة. بس احنا عايزين بالكلام يومين اتنين بس، ونشوف بعد كده الناس دي رجالة ولا الناس دي نسوان. عشان التخين فيهم هيقول على نفسه مرة، مع ان المرة انضف منه مليون مرة. جميعهم، انا بص ما بقولش على واحد وواحد، لا، الجميع. كنت بدي التخين فيهم بالجزمة، رجالة وستات، نشطاء، اعلاميين، مفبركين، واخدين دكتوراه في الاعلام ولا واخدين دكتوراه في قلة الادب والشتيمة. يا سادة محترمين، انا قلت اهو نفسي اشوفهم في مرة كده بيهجموا بالكلام بس. لكن احنا عندنا هنا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يتولى المسؤولية، والهجوم شغال وقلة الادب شغالة. نفس الوضع اللي حصل مع الزعيم الاسبق جمال عبد الناصر لما مصر اتحولت من ملكية لجمهورية، برضو نفس الحكاية لغاية النكسة ولغاية التنحي ولغاية الامور دي كلها. جه استلم بعديه الزعيم الراحل الشهيد محمد انور السادات، نفس الوضع. واكبر ناس في الدولة كانوا بيهجموا على السادات، وكانوا فاكرين انه هو هيبقى عامل زي خيال المآتة فقط، والكلمة الاولى والاخيرة ليهم هم. والراجل اتعرض لهجوم شديد جدا لغاية ميعاد الحرب 73، والكل حط السادات على دماغه وفرحنا وهيصنا لغاية ما زار القدس. زار القدس حصل عليه الهجوم من الخارج قبل ما يكون من الداخل، وراح السادات. ومش هنقول مين اللي فرح فيه وطلع السيوف، طلعوا السيوف ورقصوا يوم استشهاده. لكن احنا عزقنا انه في الجنة بأمر الله. مبارك نفس الوضع، رحمة الله على الجميع، نفس الوضع. مبارك برضو لما استلم كانوا فاكرين ان هو النائب وهيستلم، وبرضو احنا اللي هنقول واحنا اللي هنعيد، لكن كان محنك رحمة الله عليه. عبد الفتاح السيسي الوضع القائم اللي احنا فيه من قبل ما يستلم، والهجوم شغال. ليه؟ لان الناس دي مش عايزين مصر تطلع لقدام، لكن مصر بأمر الله طالعة لقدام لغاية ما راح سينا هو وماكرون، محدش عملها قبله في ظل النار القايدة اللي هناك. هتقولي لي ما هو منظم العملية مع بتوع الكيان، ان في زيارة وماكرون جاي بيمثل الاتحاد الاوروبي وبيمثل فرنسا وجايين يزوروا ارض سيناء. طب ما ممكن يبعت دانة ولا دانتين من اي دبابة، وفي الاخر يقول لك عسكري مختل عقليا ضرب من غير اوامر عسكرية. مش كان ممكن يعملها؟ لكن لما رئيس مصر يروح لانه واثق ان كل خطوة بيخطيها محمي بارادة ربنا اولا واخيرا، وعارف هو بيعمل ايه كويس قوي، وقالها مرة واثنين وثلاثة واحنا من بعديه بنرددها، ان مصر لو ضعيفة كان زمانهم دخلوا، وما دخلوش سينا بس، ده كان زمانهم وصلوا للقاهرة زي ما عاملين في بعض الدول من غير ما نحدد اسامي. فانا بقول لك الله يا مصر، وبقول للقيادة السياسية والقيادة العسكرية في بلدنا، ربنا يقويكم
وان شاء الله هنعدي بمصر لبر الامان. والناس اللي بره صدقوني شنب اهو، لا هتتجابوا. مفيش واحد فيكم هيفلت من العقاب. الشتيمة وقلة الادب والسب العلني، كل حاجة انتوا قلتوها احنا مش هننساها، وهيجي اليوم اللي هتتحاسبوا فيه بما يرضي ربنا. وانا واحد من الناس بجهز نفسي علشان ايه؟ علشان اعمل لكم عملية البواسير من غير بنج. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. السلام عليكم.